يتساءل سائل دابا حاليًا، شنو هو الموقف الرسمي للدولة المغربية؟ هذا سؤال تم طرحه بشكل هو مستمر من طرف المراقبين لهاد يعني للقضية الفلسطينية علاقةً يعني بهذه الأحداث الأخيرة. ما هو الموقف الرسمي للمغرب؟ بطبيعة الحال المغرب وهو باعتبار بأنه أحد أو النظام ديال المخزن باعتبار أنه أحد الأنظمة اللي هي حربائية. على سبيل المثال الملك محمد السادس هو حربائي في الخطاب ديالو. هو حربائي، المخزن والخطابات ديالو هي حربائية، هي ليست يعني خطابات يتم يعني إنتاجها عبر يعني مواقف اللي هي رسمية أو مبادئ اللي تتحرك، ولكن هو خطاب اللي هو حربائي. وما دام أن الأمر يتعلق بصفعة قوية وهزيمة في يعني في واحد التوقيت اللي هي اللي هو قياسي لأحد أهم يعني المدافعين عليه، وكذلك لأحد أهم يعني الكيانات أو عمومًا الدول التي تقوم بالدفاع عن المصالح المغربية، ويرتبط يعني الاستمرار ديال النظام ديال المخزن باستمرار ديال الكيان الصهيوني، أضحى واضحة لدى الجميع بطبيعة الحال. فيجب البحث على الحقيقة أو البحث على الموقف الرسمي للمغرب. الموقف ديال الرسمي للمغرب على المستوى المؤسسي تحدثنا عليه سابقًا بأنه ضبابي، ضبابي بواحد الشكل هو غريب لدرجة أنه يدير العمليات العسكرية التي قامت بها يعني المقاومة الفلسطينية. ثم لاحقًا تصاعدت الأصوات داخل مواقع التواصل الاجتماعي عبر مجموعة من يعني الذين يعني مجموعة من المؤثرين أو كذلك الإعلاميين الذين يرتبطون بالأجهزة الأمنية تدافع عن الطرح الإسرائيلي، تعتبر بأن هذه انتهاكات، تم كذلك وصفهم بالهمج بالإرهابيين، بل إضافة كذلك إلى التأكيد بأن ردة الفعل الإسرائيلية سوف تكون قوية، إلى حدود الآن بعد يومين لم يتم رصد أي تحرك ما عدا اللي غادي نتحدث عليه يعني لاحقًا، هي ما يرتبط يعني بردة الفعل الأمريكية وإنزال أمني واستعمال ديال أكبر يعني أسطول بحري أو حاملة الطائرات الأمريكية في محاولة للدفاع على الكيان الصهيوني ضد فقط المقاومة الفلسطينية، فقط في جزء من المقاومة الفلسطينية وليس كامل المقاومة الفلسطينية. ولكن نتحدثوا بشكل هو صريح، حنا تنبحثوا على الموقف المغربي. الوقف المغربي هو ضبابي. أولًا يقوم بالاستعمال ديال المغاربة المؤيدين للتطبيع، المناهضين ديال التطبيع. دابا نتوما وليتِ تيتم الاستعمال ديالكم كعازل طبي في محاولة إلى التأكيد بأن المغرب يدافع عن القضية الفلسطينية. المغرب ذو وجهين، مخزن ذو وجهين، وغادي نأكد على هذه المسألة. ولكن أولًا نأكد على مسألة كذلك يعني المفارقات اللي هي غريبة جدًا داخل هذا النظام، هو أنه قام باعتقال مغاربة ينددون أولًا تعنيف واعتقال، وأحكام اللي هي يعني غير مبررة، 5 سنوات بسبب فقط تدوينات تندد بمسألة التطبيع. بوكيوط، بوكيوط حاليًا يجب الإفراج عليه، لأنكم نتوما تتسمحوا بالاحتجاجات، وبوكيوط في التدوينات ديالو كان فقط هو يدافع على القضية يعني القضية الفلسطينية، وكذلك يندد المسألة ديال التطبيع والمخاطر ديالها. بل إضافة كذلك أنه قام سابقًا بتعنيف مجموعة من مناهضي التطبيع، هذه مسألة. دابا حاليًا يسمح للمغاربة بالتعبير على الصوت ديالهم الحقيقي داخل المغرب في محاولة إلى على الحفاظ على الوجه ديالو، خاصةً وأن الملك محمد السادس يستولي وهو لا يترأس، هو يستولي على رئاسة لجنة القدس، ويجب إعادة النظر في هذه المسألة. ندخلوا في صلب الموضوع الإخوة والأخوات. كلنا إسرائيليون، كلنا إسرائيليون. أحمد الشرعي، وما أدراك بأحمد الشرعي. أولا يجب التأكيد على أن أحمد الشرعي الإخوة والأخوات هو المدير العام للعلاقات أو المسؤول الأول للعلاقات العامة للمخابرات الخارجية المغربية. هذا ماشيش أي شخص، وهذا ماشيش أي مقال، هذا يخلي لكم في صندوق الوصف، ليس بأي مقال وليس بأي شخص يتحدث. أحمد الشرعي تبحثوا عليه خاصة بإسبانيا، عند وضع القدم ديالو بالأراضي الإسبانية يتم متابعة التحركات ديالو من طرف المخابرات الإسبانية بشكل هو مستمر، وكذلك اللقاءات ديالو. أحمد الشرعي هو الوجه الحقيقي للدولة المغربية على المستوى الإعلامي. أحمد الشرعي يتحكم في مؤسسات إعلامية، مجموعة من المنصات والمؤسسات الإعلامية، وكذلك في المؤثرين المغاربة.
هو اللي تيقول لهم اش غادي ديروا اش غادي ديروا. احمد الشرعي هو المسؤول الاول على ما يرتبط يعني بوكاله الانباء ديال المغرب العربي، باش نحطكم في الصوره. احمد الشرعي يرتبط بالمخابرات الخارجيه بشكل هو يعني واضح وعضوي. احمد الشرعي يتحكم في مجموعه من المؤسسات الاعلاميه بالخارج، خاصه بفرنسا واسبانيا. نعطيكم اكثر من اسم، ماشي شي اسم، نعطيكم اكثر من اسم: أطليال، لاراسون، على الرغم من أنها تستهدف في بعض الأحيان يعني الملك محمد السادس، ولكن عموما هذه أحد منصات إعلامية اللي هي معروفة وعندها صيت وكذلك عندها متابعين. هو يتحكم فيها، هو الملك ديالها الأساسي. أحمد الشرعي يعتبر بأنه قوة إعلامية كبيرة جدا داخل المغرب، وهو المتحدث الرسمي باسم المخابرات الخارجية المغربية. يعني فين تتحدث عن المخابرات الخارجية المغربية ما تتحدثش يعني على بأن يعني هذا المقال اللي هو تكتبوا بجورساليم كلنا إسرائيليون بأنه موقف ديال أحمد الشرعي. لا لا، هذا هو الموقف الحقيقي للملك محمد السادس وكذلك المحيط ديالو. هذا هو الموقف ديالكم انتم شخصيا، بعيد عن الموقف الرسمي الصادر من طرف وزارة يعني الصادر من طرف وزارة الخارجية المغربية. بعيد على هذه المسألة على الرغم من أنه ضبيب، بعيد على المحاولة يعني السماح أو فتح المجال للمراهضين ديال التطبيع باش أنهم يعبروا الرأي ديالهم في محاولة التأكيد بأن المغرب يدافع عن القضية الفلسطينية من أجل استمرار يعني المتجربة القضية الفلسطينية، وكذلك الحفاظ مع الوجه ديال الملك محمد السادس وديال المغاربة وديال المخزن. بعيد على هذه المسألة، حنا تنتبينوا دابا حاليا ما هو الموقف الرسمي لهذه العصابة. شنو هو الموقف الرسمي ديال هذه العصابة؟ هذا هو السؤال. هاد الناس اللي هما يستحوذون على السلطة والمقربين من الملك محمد السادس، ونتسائلوا أكثر، ولنا مشروعية بأننا نتسائلوا أكثر: ما هو الموقف ديال محمد السادس الصهيوني؟ شنو هو الموقف ديالو الحقيقي؟ الموقف ديالو الحقيقي يتم التعبير عليه عبر أحمد الشرعي. كاين شي مجال آخر، خاصة أن أحمد الشرعي يرتبط عنده علاقات مع محمد ياسين المنصوري، يعني المسؤول الأول على المخابرات الخارجية، عنده علاقات كذلك مع الهمة المسؤول على الملف السياسي وكذلك الملف المخابراتي بالمغرب، عنده علاقات مع المحيط ديال الملك محمد السادس ومع الملك محمد السادس. وهادشي ما تنتحدثش يعني من فراغ بطبيعة الحال، هناك مجموعة من المقالات التي تؤكد الارتباط ديال أحمد الشرعي بالمحيط ديال الملك محمد السادس. أحمد الشرعي تكتب وفق كذلك يعني سواء جورساليم أو كذلك لكم، تتقول بأن أحمد الشرعي يكتب في موقع إسرائيلي: كلنا إسرائيليون، ويصف حماس بالجماعات الإرهابية وإسرائيل بالأمة الديمقراطية، واستفاض في الحديث الإخوة والأخوات. تصوروا أنتم هذه المسألة هذه في المقال الذي وقعه الشرعي الذي يرأس مجموعة إعلامية كبيرة بطبيعة الحال، فقد عبر عن المواقف ديالو المؤيدة للصهيونية، ورفض رفضا باتا أو ندد واستنكر الأعمال الإرهابية التي تم ديال حماس. هو اعتبرها بأنها أعمال إرهابية. الذين هاجمونا، أو بالنسبة ليه بأن حماس دابا حاليا تهاجم أمة ديمقراطية، بالنسبة ليه بأن الإسرائيليين بأنهم ديمقراطيين، كانت تحتفل بهدوء في يوم مقدس، يوم فرحة التوراة، وهو يوم لا يعمل فيه اليهود الملتزمين ولا يقودون السيارات وغيرها من الأمور. ووصف الشرعي ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي المتعاطفة مع المقاومة الفلسطينية بأنها مجرد أفعال تلوث وسائل التواصل الاجتماعي لتبرير هجمة غير مبررة. احنا دابا ولينا غوغائيين، احنا نلوث، احنا دابا حاليا نلوث هذه المسألة. ولكن خاصك تسأل مع الدولة ديالك: لماذا انت ذا حاليا وانت المقرب من الملك محمد السادس والمسؤول يعني اقوى شخص على المستوى يعني في المجال الاعلامي، تتحكم في الاعلاميين وفي المؤسسات الاعلاميه، بانك تعتبر او خاصك تسال اولا مع الدوله ديالك لماذا اولا تسمح بالمساله ديال التنديد والاستنكار ودعم يعني العمليه ديال الطوفان الاقصى؟ يعني انتم واحد النظام ذو وجهين بشكل او باخر، ثم في نفس الوقت تتقوم ببث او اتهام ديال جميع من يدعمون حماس باننا حنا نلوث وسائل التواصل الاجتماعي وباننا حنايا غوغائيين. وهذه فقط هي مجرد ديال الطرطره. اكثر من هذه المساله ومشي معكم بعيد انا في التصريح ديالو. هو اعتبر
بأن مسألة ديال تقرير المصير الشعب الفلسطيني بأنها فقط بأنها يعني وهم، مجرد وهم، نمشيو أكثر من هاد المسألة اللي كنتحدث عليها. بالنسبة ليه يعني هاد تقرير المصير ديال الشعب الفلسطيني وغيرها وإقامة الدولة، دابا خاصنا نكونوا مسؤولين، وكذلك بأننا نركزوا في الخطاب ديالو. هو لا يعبر على شخصه أو يعبر على الموقف ديالو، لأن الكتاب أحمد الشرعي فين تيكتب علاقة بأحد القضايا هو لا يقوم بالتعبير عن الرأي ديالو الخاص، هو تيقوم بالتعبير على الرأي ديال القصر مباشرة بشكل هو غير رسمي، وتيقول بأنه نتوما تتحاولوا ما أمكن بأنكم تبحثوا على السبل ديال السلام، أو سابقا السبل ديال السلام ما بين فلسطين وما بين إسرائيل، الأرض من أجل السلام. وتؤكد بأن إسرائيل قد قامت بمنح الأرض للفلسطينيين اللي هي بالمناسبة قطعة ديال غزة، على الرغم من أن الفلسطينيين والجميع يعلم بأن ما يرتبط يعني بأن يعني تعلم جيدا بأن الأراضي ديالها هي أراضي محتلة، ولا يرتبط فقط بقطع ديال غزة، ولكن مجموعة من الأراضي قد تم الاحتلال ديالها. شوفوا انتم هذا الشخص هذا، ويتعامل أو كذلك ينظر لهذا يعني لهذا العملية الطوفان بأنها جريمة ضد الإنسانية، ويجب كذلك النظر إلى هذه المسألة بواحد الشكل هو أكثر إنسانية، خاصة وأن كانت هناك مجموعة من الضحايا على المستوى ديال النساء والأطفال وغيرها من الأمور. وكذلك يؤكد بأنه قد تم قتل الأطفال برصاص رشاش طائش بدون العودة إلى ما تقوم به بشكل هو ممنهج ودوري الكيان الإسرائيلي. وعاد الشرعي الذي يعتبر أحد عرابي التطبيع في المغرب إلى اتفاقية أبراهام، قائلا إلى أن اتفاقية أبراهام كانت هي السبيل الوحيد لإحلال السلام، ولكن ما يرتبط يعني بحركة حماس بأنها قد قامت بالإضرار بهذه العملية السلمية، أي المسألة ديال التطبيع والانخراط ديال المغرب في هذا المجال ديال التطبيع، أي اتفاقية ديال أبراهام. ثم في المقال الرسمي اللي كنتحدث عليه ونشره في جورساليم، ضروري بأننا نأكدوا بأنه قد وجه الاتهامات ديالو بشكل هو مباشر إلى إيران، وبأنها هي تقف وراء هذه العملية هذه، ويصف بشكل هو واضح في هذا الموقع، يصف العمل أو هذه الأعمال بأنها أعمال إرهابية. ثم يستنجد أحمد الشرعي يستنجد بأمريكا عبر موقع إسرائيلي جورساليم. تستنجد أنت بأمريكا، اش تقول لهم؟ تقول لهم بأن هناك ضحايا بين صفوف الأمريكيين اللي عندهم جنسيات أمريكية من الصهيونيين، وتقول بأنه يجب تدخل بشكل هو سريع جدا من أجل حماية المدنيين. في الجزء الأخير عموما نقدر بأننا نقرأ سواء من طرف يعني لكم أو كذلك من طرف يعني المقال ديالو الذي بثه يعني عبر الجريدة ديال ما يرتبط يعني بالجريدة الإسرائيلية جورساليم، فكان واضح جدا بأنه هناك خطاب من طرف المغرب. هذا راه المغرب يدعو أمريكا إلى التدخل عسكريا للدفاع على إسرائيل، وكذلك الدفاع بمبرر أن من بين الضحايا هم إسرائيليون أو صهيونيون حاملين للجنسية الأمريكية. وده بطبيعة الحال ما قد دابا حاليا أمريكا قامت بإرسال حملات طائرات فوق 5000 جندي أمريكي دفاعا على إسرائيل، ولكن أمريكا لم تقم بتحريك ولا بندقية واحدة ضد إسرائيل دفاعا على الفلسطينيين الذي يتم قتلهم بشكل هو دوري من المدنيين حقيقة، والقصف ديالهم بشكل هو دوري بعمليات اللي هي غير مفهومة. ويستغرب أحمد الشرعي هذا ردة الفعل الغير متوقعة. هذا أحمد الشرعي ونكونوا واضحين الإخوة والأخوات، بطبيعة الحال أنا تعرف بأن يعني القناة دابا حاليا هي مستهدفة من طرف الصهيونيين، ماشي دابا حاليا من طرف فقط المخابرات المغربية، من طرف الصهيونيين، لأنهم بطبيعة الحال مثل هذه الخطابات وفضح وكشف يعني العلاقات ديال المخابرات المغربية مع إسرائيل والنكسة التي يعني تلقاتها سواء يعني الكيان الصهيوني والكيان المخزني وكذلك إدارة بايدن وغيرها، بأنها أثارت الرعب بطبيعة الحال، وما يرفضون رفضا باتا الإخوة والأخوات الحديث على هذا الموضوع، أو حتى بأنك تقوم بالترويج أو يعني التأكيد أو محاولة الكشف على الخبايا
يعني الخبايا العلاقات اللي هي كانت يعني اللي هي وراء القضية الفلسطينية، العلاقات المشبوهة بطبيعة الحال. أمريكا تنادي بالحرية وبالديمقراطية، وفي آخر المطاف بأنها ترفض رفضا باتا بأن الفلسطينيين يدافعون عن الأراضي ديالها. تنتصب دفاعا عن الحرية، وفي نفس الوقت هي تمارس القمع ضد الشعوب. أنا أعتبر بأنه عموما تحية بوتينية حقيقة، تحية الأحرار والحرائر. أنا أعتقد بالنسبة لي بأن بوتين يمثلني، على الأقل الموقف ديالو من الموقف الصيني هو موقف اللي هو شجاع، يرفض رفضا باتا أي تدخل عسكري، ويعتبر بأن حركة حماس بأنها تدافع على القضية ديالها. ثم أكثر من هذه المسألة بأن بوتين رفض حتى يعني أنه يقوم يعني الالتقاء، أو أنه يقوم يعني بالإجابة على نتنياهو والرغبة ديال نتنياهو وغيرها من الأمور. ولكن بعيد على هذا الموقف، حيث غادي نتوسع في هذه المسألة يعني في حلقة أخرى من اليوم. دابا نتوما نتحدثوا مع المخزن، شنو هو الموقف ديالكم؟ ها هو أحمد الشرعي تيقول بأنه كلنا إسرائيليون. أنت إسرائيلي، الملك محمد السادس إسرائيلي، الهمة إسرائيلي، محمد ياسر المنصوري إسرائيلي، أندري أزولاي إسرائيلي، الأخوات والإخوة ديال الملك محمد السادس إسرائيليون، أبناء العمومة ديال العائلة العلوية إسرائيليون، النخبة السياسية والنخب ديال رجال ديال الأعمال إسرائيليون. أنت تتحدث فقط عبر، أو أنك تتعكس وجهة النظر ديال من يقومون بالاستيلاء على السلطة بالمغرب كعصابة، كمافيا، مافيا تحت الحماية ديال الصهيونية وكذلك تحت الحماية الأمريكية. ولكن الغريب في الأمر هو أنك أنت تدعي، هذا هو اللي أعطى الاستغراب ديالي، هو أنك تدفع وتدعي أمريكا لقتل الفلسطينيين. أول مرة أنايا يعني كان واحد مقال اللي هو صادم حقيقة. المغرب المخزن الرسمي، أنا فين تتحدث على أحمد الشرعي تتحدث على المخزن الرسمي، يمثل أبو رطاب بطبيعة الحال إسرائيلي صهيوني مقيت بطبيعة الحال. ولكن انتم تلتجئوا بسبب أنه كان هناك انهزام، وإلى حدود الآن هناك انهزام، العدد تفوق، أو عموما يعني العدد ديال الخسائر داخل يعني المغرب، أو أعتذر عموما داخل المغرب وكذلك داخل إسرائيل بالنسبة لي هما سيان حقيقة. بإسرائيل يعني تعدى 700 قتيل، بالإضافة إلى الآلاف من الجرحى بسبب الانهزام ديالكم. وانتم تتعرفوا الوقت ديال الانهزام ديالكم. لم تقم فقط إسرائيل بالاستنجاد بأمريكا من أجل الدفاع عليها وتسخير يعني القوة ديالها، خاصة تمكينها من الأسطول البحري. 5000 جندي أمريكي ماشي باش يقتلوا الفلسطينيين، بسبب الدفاع ديالهم على القضية ديالهم. هذا تبقى يعني عندنا في الذاكرة لمدى الحياة. ثم المغرب تورط في هذا الأمر، هو أنه يقوم بدعوة أمريكا، يستنجد بأمريكا دفاعا على الصهيونيين. تذكروا الإخوة والأخوات من الغزاويين وكذلك الفلسطينيين والمقدسيين ويعني المسلمين أو المدافعين عن القضية الفلسطينية، تذكروا بأن كانت دعوة اللي هي صريحة جدا من طرف المخزن، يستنجد بأمريكا دفاعا على الصهيونيين بعدما تلقوا خسيرة اللي هي نكراء